يا جماعة أنا لسه واصل فندق كيو كوليكشن باي هيلتون في آيا صوفيا في اسطنبول. ففي فيديو النهاردة هوريكم فندق كيو كوليكشن باي هيلتون عامل ازاي. الفندق ده يا جماعة واحد من الفنادق مميزة جدا وغالي جدا، والغرف فيه فخمة جدا. خليني اوريكم الفاسيلتيز بتاع الفندق ده عاملة ازاي، واوريكم كل حاجة من داخل الفندق. بصوا يا جماعة دوت المدخل الرئيسي بتاع فندق الهيلتون. زي ما انتم شايفين عاملين اللوبي هنا بطريقة شكلها شيك قوي، والجزء اللي هنا دوت بتاع الريسبشن. طبعا هنا منطقة الريسبشن. هلو هلو جود مورنينج ثانك يو جود ايفنينج سوري. بصوا يا جماعة المطعم بقى بالليل هنا عامل ازاي. ده حاجة جامدة قوي 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 قوي. بصوا يعني المطعم دوت بالليل حاجة رهيبة. طبعا ده بيتعمل فيه فطار. في عندهم اتنين من المطاعم. ده طبعا المطعم بيبقى مفتوح زي ما انتم شايفين، بيبقى هنا كده. طبعا في ديكورات جامدة قوي، ودي القعدة بالليل. هنا البار من هنا كده، وطبعا ده زي ما انتم شايفين ده طبعا بتقعدوا في الغرف. الغرف يعتبر دورين بس علوي. فدوت المطعم. بصوا عاملينه بالليل يعني قاعدة جامدة جدا جدا جدا. حاجة محترمة قوي 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 وفخمة. فبصوا بقى كده يعني حتى عاملين، بصوا هنا حبة حاجات للشيشة كده. حاجة جامدة قوي. انا بحاول ان انا اوريكم الدنيا هنا من عاملة ازاي. بصوا يعني بصراحة عاملينها بطريقة حلوة قوي قوي قوي. وكمان في قعدات هنا عاملينها. بصوا يعني في الجزء اللي هنا ده كده، في كمان ده بتقدروا تخشوا على المطعم. يعني في مطعم من هنا وفي من هنا، فعاملينه بطريقة حلوة قوي قوي قوي. القعدة بالليل تعتبر حاجة ممتازة. بصوا كده عاملين جزء هنا بتاعت عربية زي بتاعت شيشة او حاجة زي كده. فديت القعدة بتاعت المطعم بالليل. طبعا انا بالنهار هوريكم القعدة بالنهار عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين طبعا المطعم دوت التراس من بره. يعني لو عاوزين تقعدوا في مكان مفتوح بتقعدوا من هنا زي ما انتم شايفين. فبتقعدوا في مكان مفتوح. طبعا القعدات بالليل جامدة. وطبعا بالنهار هوريكم الدنيا عاملة ازاي وبوفيه عامل ازاي. وطبعا لو انتوا عاوزين تقعدوا في مطعم اندور اللي هو في المغلق، بتقدروا تقعدوا في المطعم من هنا من جوه زي ما انتم شايفين. ده لو حابين تقعدوا من جوه بتقعدوا من جوه من هنا. خليني اوريكم بصوا الدنيا. ادي المطعم من جوه هنا. ده المطعم الداخلي يا جماعه. اللي عاوز يقعد مثلا جوله وساقع او كده ممكن يقعد في المطعم من جوه من هنا. لكن طبعا القعدات هنا من بره ليها وضع تاني خالص. طبعا هم عاملين مطعمين، مطعم تركي ومطعم اوبن بوفيه. فايا كان فيهم الصبح باذن الله هوريكم الشغل في المطعمين عاملين ازاي. وطبعا هوريكم بوفيه الافطار ان شاء الله الصبح عامل ازاي. فانا حبيت اوريكم بس الاجواء عامله ازاي بالليل في الفندق. فحاجه محترمه قوي 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 ومطعم جامد جدا. بصوا بقى يا جماعه، يعملوا لنا ابجريد في فندق الهيلتون. ده تالت فندق في الهيلتون يعملوا لنا فيه ابجريد. عملوا لنا ابجريد على سويت. طبعا ده واحد من اغلى الفنادق في منطقة آيا صوفيا. ده لان ده من 1800 وحاجة المبنى ده يا جماعة. ده طبعا تبع الهيلتون. فطبعا ده عامل لنا كومبلمنتري، حاجات كومبلمنتري دوت لينا. وطبعا زي ما انتم شايفين السويت طبعا كل حاجة قديمة. بس بقى السويت ده يا جماعة في حبة حاجات مش هتلاقوها في فنادق جامدة جدا 5 نجوم. بس هوريكم لان دي مفاجأة المفاجآت. طبعا هنا عاملين لنا بصوا الغرفة يا جماعة عامل ازاي. ده يا جماعة من ايام مثلا 1800 وحاجة المبنى ده. بصوا تحس، بصوا الديزاين عامل ازاي. انا بحاول اوريكم حتى السراير عامل ازاي. يعني بصوا ديزاين تركي من ايام 1800 وحاجة. ده واحد من اغلى الفنادق الموجودة في منطقة آيا صوفيا. طبعا عاملين لها احتفال هنا
في بمناسبة عيد جوازنا. وبصوا بقى عاوز اوريكم، طبعا هنا عاملين شاشة تلفزيون والكرسي. انا بحاول ان انا اوريكم، حتى بص الشبابيك عامل ازاي، الشكل كله يعني من ايام العثمانيين، اللي هو الشكل القديم. يعني حاجة جامدة قوي. بس بقى لا، هوريكم فجأة مش هتلاقوا في فنادق كتيرة، ده عشان كده غالي. غرفة النوم زي ما انتم شايفين هنا كده، غرفة النوم معاها ايه يا جماعة بقى؟ معاها حمام تركي. بصوا، بصوا يا جماعة، الحاجات القديمة دي، حمام تركي كامل في الغرفة أو في السويت ما عندنا. بصوا شكل حمام، يعني حاجة فخمة أوي أوي أوي. بصوا، تخيل إن انتوا تاخدوا سويت ومعاكم برايفت لحمام تركي كامل خاص بيكم انتوا. ادي البانيو هنا. بصوا الشغل، انا بحاول اوريكم الدنيا عامله ازاي من هنا. بصوا، ده حمام تركي جامد جدا. وفي نفس الوقت بصوا هنا كده، بصوا ده حمام تركي خاص. ده طبعا اللي هو منطقة الشاور، بس بصوا ده معمول مخصوص يا جماعة. حاجة جامدة أوي أوي أوي. عشان كده الفندق هنا اللي هو كيو كوليكشن باي هيلتون، واحد من أغلى الفنادق في منطقة أيا صوفيا. لأن ده المبنى ده يعتبر من أيام مثلا الملوك بتاع العثمانيين. وفي نفس الوقت بصوا، وادي التواليت. أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة إزاي. ادي التواليت، طبعا كل الشغل شغل عثماني وحاجة. بصوا بصوا حتى الحاجات النحاس يا جماعة، الحاجات النحاس اللي هي بتاعت التركية القديمة، كل حاجة فيها من أيام زمان. بصوا، أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة إزاي. بصوا، بصوا يا جماعة بتاعت البانيو، الشاور بتاع البانيو عامل إزاي، حاجة تحفة. فدوت الحمام التركي خاص برايفت. وفي نفس الوقت عاملين هنا بقى، بصوا ده الدولاب، منطقة الدولاب، مكتب كده. ده طبعا هنا مكنة القهوة. وفي نفس الوقت دوت هنا ده الدولاب. بصوا الدولاب مش عاملين دواليب اللي هي الحديثة، لا ده حاجات زي ما هي، زي ما هي كانت معمولة من سنة 1800 وحاجة. بصوا، أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة إزاي. دواليب قديمة من ساعة ما بيتهيألي ما اتنشأ الفندق ده. فحاجة جامدة أوي. وطبعا هنا دوت مكان الشنط. وادي هنا عاملين بقى هنا، بصوا كده، دوت الشماعات والكياية وترابيزة المكوى والسيف بوكس. فأنا بحاول أوريكم الدنيا. بصراحة السويت جامد أوي. واللي عجبني أكتر منطقة إن يعملوا حمام تركي داخل السويت، حاجة محترمة جدا. بصوا هنا دوت الصالون. بصوا الشكل يا جماعة، يعني حاجة جامدة أوي 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 أوي. وفي نفس الوقت حاجة تحفة. بصوا الإطلالة بقى، الإطلالة من بره عاملة ازاي. بصوا كده، ده على المطعم، مطعم مفتوح وكافيه. ده حاجة تحفة. أنا بحاول أوريكم الدنيا عاملة ازاي زي ما انتوا شايفين هنا. بصوا يا جماعة، ده المدخل بتاع المطعم. هلو بريفيد. ده المدخل بتاع المطعم التاني في الفندق، لان عندهم طبعا في مطعم زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين ده في الفندق هنا دوت المطعم مش كبير قوي. وفي نفس الوقت هنا الجزء اللي هنا دوت ده بتاع البار، من هنا بياخدوا الطلبات بتاع البار. وفي نفس الوقت هنا دي مكنة شاي وقهوة، انواع القهوة. وفي نفس الوقت دي مكنة القهوة، فيها أكتر من كذا نوع قهوة. الجزء دوت بتاع العصاير. والجزء اللي هنا ده خاص بالحاجات اللي هي الباستري، اللي هي الحاجات السويت. زي ما انتم شايفين أنواع كتيرة من الشوكولاتات هنا، بان كيك وحاجات كتيرة جدا من أنواع الباستري. أنا بحاول أوريكم الدنيا هنا عاملينها ازاي. زي ما انتم شايفين انواع كتيره جدا من السويت، عاملينها بطريقه يا جماعه طعمها تحفه ما شاء الله. وطبعا هنا كمان في فروت، دراي فروت
وفي نفس الوقت هنا برضو عاملين حبة حاجات من البستري، يعني تشكيلة. ده كله دراي فروت، الفواكه مجففة. وهنا بقى ممكن تاكل عسل طبيعي، بتاخد هنا من عسل طبيعي. وفي نفس الوقت الجزء دوت بتاع المربات. وهنا كمان في عسل اسود وفي طحينة وفي جزء تاني مكسرات من هنا زي ما انتم شايفين. وهنا في نوتيلا. الجزء اللي هنا ده كده هتلاقي فيه فواكه متقطعة. في هنا دوت كيوي واناناس وبرتقال وسفندي وجريب. وطبعا الجزء اللي هنا دوت جزء بتاع سلطات زي ما انتم شايفين. هنا جرجير، طماطم، جبنه بيضه بالطماطم، جزر، وكل دوت حاجات كتيره هنا للسلطات. في جزء اللي هنا بقى اللي هو الزبده بانواعها والمشروم والزيتون، يعني حبه نقول المخللات في الجزء اللي هنا عاملينها بطريقه حلوه قوي قوي. الشيف بصراحه مظبط. الجزء اللي هنا الجزء بتاع السيريال، وانواع السيريال كتير مختلفه مع اللبن هنا. وكمان هنا في جزء بتاع المخبوزات. بص زي ما انتم شايفين بقى الحاجات اللي هي التوك الجميله دي. الجزء دوت اللي هو اللي بنسميها ايه، بقسماط او زي السميد كده. بس العيش ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله تحفه. طبعا هنا بقى الحاجات برضو كمان في بسترو من هنا، وفي حاجات هنا طبعا تبع المخبوزات، يعني انواع خبز كتير مختلف الاشكال. هنا الجزء اللي هنا دوت بتاع الكرواسون والدنش والحاجات دي، وهنا مكنه التوستر. ففي جزء اللي هنا بتاع اللانشوهات والجبن زي ما انتم شايفين. هنا دي كلها الجبن واللانشوهات هنا، وانواع كتيره من الجبن. جبن حلومي، جبنه اللي هي الرومي بانواعها باختلافاتها. في انواع جبن كتيره جدا بصراحه، يعني بصراحه عاملين حبه انواع جامده جدا ما شاء الله. فالجزء اللي هنا دوت جزء الجبن واللانشوهات. الجزء اللي هنا بتاع السفر دوت البيض المسلوق، ودوت السكرامبل، ودوت هنا زي سوسج مع هنقول فلفل او شطه. وهنا الجزء بتاع الجزر حاجات الفيجيتيريان. الجزء اللي هنا بقى الحاجات اللي هي انت الفطاير بانواعها. بص كده الفطاير بانواعها. هنا بطاطس، وهنا بعض الحاجات من الناس اللي هي بتحب الحاجات الفيجيتيريان. فده باختصار البوفيه ده في المطعم التاني يا جماعه. بص كل حاجه من ايام زمان، ساعه ما 1800 وحاجه او 1900 وحاجه. وفي نفس الوقت هنا دوت ده بوفيه الافطار. طبعا عاملين هنا حاجه من بره. طبعا لما بيكون الجو كويس فتره الصيف او فتره الربيع بيبقى ممكن تاخد حاجات من التراس. لو انت خلينا اوريكم كده. بصوا كده ممكن لو انتوا حابين تقعدوا في التراس من هنا بتقدروا تقعدوا في التراس من هنا. فعلى قد ما انتوا بتقدروا، على قد ما انتوا بتحبوا بتبقى عادي. فده باختصار بسيط جدا المطعم. بص بقى لما انا اوريكم التراس من بره. ثانك يو. بس خليني اوريكم التراس من بره عامل ازاي يا جماعه. التراس من بره هنا الجزء لو انتوا عاوزين تروحوا التواليتات اعزكم الله. والجزء دوت التراس. بس الشكل يا جماعه ده كلها تبع مبنى الهيلتون، يعني جنب لازق في ايا صوفيا. ليهم عندهم 17 مبنى تبع الهيلتون. بص ده التراس يا جماعه. لو حابين تقعدوا في التراس هنا في الجو الجميل دوت بتقدروا تقعدوا في الجو الجميل ده. وده مدخل المطعم. فحاجه كده جميله قوي، وحاجه يعني بجد حلوه قوي قوي قوي. عجبني المنظر وعجبني فكره المبنى بتاع الهيلتون ده، ان ياخدوا مبنى من ايام 1900 وحاجه. حاجه ممتازه.